ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا اول الفيديو كده نصلي على الرسول وندعي لاخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان وكل الدول يا رب، وندعي لهم كمان ان شاء الله انه يتحدوا و... ونبقى ايد واحدة ان شاء الله، وربنا يحفظ لنا امتنا العربية جميعا يا رب. يلا النهاردة بقى هعمل لكم وصفة جديدة. النهاردة هنعمل فتة وكوارع. كوارع عندي غسلتها، انا حطيت المية دي في الاول، دفيتها او حاولتها ان هي استناها لحد ما تغلي. حطيت بصلتين، حطيت شوية فلفل، مش هحط الملح في الاول خالص. لورا، شوية كزبرة ناعمة، وهغطيها كده. نزلت فيها الكوارع، وان شاء الله الكوارع عندي نظيفة، ان شاء الله مش هحتاج ان انا اغير لها المية بتاعتها خالص. بصوا، هي غليت اهيت والمية لسه نظيفة. ما احتاجتش بصراحة ان انا اغير لها المية. الكوارع كانت نظيفة جدا ومتنضفة حلو جدا. فهنسيبها، هي هتاخد لها حوالي ساعتين وربع كده. عقبال بقى ما تخلص كده خلينا نشوف باقي طلباتنا وحاجتنا. انا حمصت العيش، قطعت العيش كده عشان احمصه. وهنا الطماطم بقى، عايزين نعمل شوية طماطم بالثوم. نفرم بقى الطماطم بتاعتنا. زي ما قلت لكم الطماطم اليومين دول سعرها حلو في السوق، حاولوا ان انتوا تجيبوا بقى وتشيلوا. ربنا يقدرنا جميعا كده ان شاء الله، ونجيب ونحاول نخزن زي كل سنة رمضان. ربنا يكرمنا جميعا بإذن الله. الخلاط عندي مش عارفة السكينة بتاعته بقت ضعيفة شوية. بصوا بتخانق معاه، مش عايز يفرم، بس خلاص على مين اهو. طماطم عندي اتفرمت اهي، وكنت محضرة على البوتاجاز الحلة فيها شوية زيت، وهنزل الطماطم عليها على طول. نحط بقى شوية فلفل اسود كده. ما تخافوش، الفلفل ده مش كتير يعني، هيحلي معاكي الطعم. حطيت شوية الملح. لو عندك صلصة ولا حاجة حطي كده مثلا معلقتين صلصة، تخلي الطماطم معاكي تبقى لونها احمر وحلو. انا في نص العمايل برضو عملت بالظبط كده، حطيت معلقتين صلصة وغطيتها. كل ده والكوارع عندي لسه بتتسلق اهيت. العيش بتاعي حمصته في الفرن. انتي حطيه في الفرن كده، سخني الفرن وحطيه، هيتحمص وهيبقى حلو. سواء تنسيه لا يتلسع منك. والحلة الجميلة دي يلا بقى ايه، نجهز فيها شوية رز حلوين كده. يلا ادي 3 كوبايات من الرز، عليهم 3 كوبايات ونص مية، لان الرز عندي هياخد مية، فزودت نص كوباية زيادة. حطينا معلقة ملح مليانة، معلقة الأكل الكبيرة من الملح. وحطيت الزيت، هغطي عليه أول ما يتشرب ميته، هوطي عليه خالص واسيبه يتسوى على مهله. ايه رأيك في الحلل دي أول حلل ستانلس جبتها في أول جوازي. أكيد عندنا كلنا من زمان الغطا الازرق ده او الغطا اللي هو العسلي. انا كان عندي الاتنين، بس العسلي ده بقى مبقاش موجود خلاص. وزي ما انتوا عارفين بقى، اللي ملوش قديم ملوش جديد. فانا بحبهم بصراحة، ونفسي اصلح لهم المقابض بتاعتهم. يلا بقى نعمل شوية التوم، شوية توم كده علشان خاطر نعمل الدقة بتاعت الفتة. وهنا كنت متبلة البانيه ده عشان
انتوا عارفين بقى كل بيت بيبقى فيه حد بيحب الكوارع، في حد ما بيحبش. طبعا الاطفال الصغيرين بيستغربوا من شكل الكوارع وايه ده ويعها وحاجات كده. فهنتبل لهم البانيه. انا حطيت عليه ملح وفلفل والبيض، حاجات بسيطة كده عشان ما يبقاش تقيل عليهم. يلا بقى ندق التوم ده بعد ما قشرناه كده. كنت هستعمل التويستة بس قلت لا خلاص ادق الكام فص دول كده في المدقة وخلاص، بدل ما نستهلك مواعين كتير. ودايما عودي نفسك كده وانتي واقفة في المطبخ، اول ما تخلصي الحاجة اشطفيها على طول، وخلي جنبك صابونة عشان تغسلي ايدك وفوطة عشان تنشفي، بحيث ان انتي تطلعي من المطبخ وتخلصي طبختك والمطبخ رايق. في ناس كتير تخلص وتبص تلاقي الحوض كله مواعين. لا، اول باول لو استعملتي فنجال، طبق، معلقة، شوكة، وخلاص مش هترجعي تستعمليها تاني، على طول بالليفة والصابونة كده اغسليها وشيلي حاجتك، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل حواليكي. ومش باقيلك بس غير مثلا لو الحلل اللي على البوتاجاز ولا حاجة هتبقي محتاجة تفضيها وتغسليها، هتبقى بسيطة عليكي وخلاص. انا مش بعتمد يعني على الغسالة كل يوم. ف يلا بقى تعالوا نعمل الطشة او الدقة بتاعت الفتة. الفتة خل وتوم، بس بيني وبينكم انا بحب طعم الكزبرة قوي معاها، فحطيت كزبرة. فوالله بتدي طعم حلو يعني، هو بس اساسي يعني الفتة خل وتوم وخلاص على كده. بس انا هحط شوية من الكزبرة الناعمة عشان تهيئلي الطعم شويتين. انا من عشاق طعم النكهة او الطعم بتاع الكزبرة الناعمة في الاكل، بحب احطها مع الشوربة. بصوا انا هنا بدأت التومة اهي تشقشق معايا، حطيت عليها الكزبرة معلقة صغيرة يعني مش مليانة قوي، قلبتها ومجرد ما قلبتها كده ننزل بقى بايه، بالخل. ادي الخل بتاعنا اهوت. شوفي بقى الخل بتاعك لو مركز او مش مركز، انا عندي ما كانش مركز قوي حسيت ان انا حطيت يعني كوباية كبيرة كده لانه مش مركز قوي. بس وهنزود بقى من الشوربة بتاعتنا عشان نسقي العيش بتاعنا بعد كده واحنا بنرص الصينية بتاعتنا. وتعالوا بقى نقلي حتتين بانيه للولاد علشان هما كمان من حقهم يتغدوا. فاحنا نعمل الكوارع وننساهم مثلا يعني هننساهم؟ اكيد مش هننساهم. يلا بينا. انا جبت بقى الفيجيتار العادي، هتبله كده واوريهولكوا وهو بيتحمر. هنغلف البانيه بتاعنا كويس كده بالفيجيتار علشان يبقى كله لون واحد ويبقى طعمه حلو ومتطعم كده، مفيش حتة تتحروق. عايزين نفتح نفس الولاد كده اللي ما بياكلوش دول، ربنا يهديهم يا رب. ودايما ندعي لولادنا بالهداية، ربنا يهديهم ويرضيهم ويعوضنا فيهم خير. ادي الكوارع اهيت، ادي الرز قرب يستوي. انا طفيت كده على كل حاجة يعتبر، فاضل بس سوى الرز وسوى البانيه ويبقى احنا كده جاهزين على التقديم او نستنى بعض على التقديم. البانيه عندي اهوت بيتحمر باللون الذهبي، ونرجع بقى على التقديمة ونشوف احلى اكلة. يلا بينا. ادي الكوارع، هي لونها فاتح بس انا مش عارفة ليه في الكاميرا لونها غامق شوية، بس بصراحة لونها حلو. ادي الصينية بتاعت الفتة
عملت الصينية دي ليا انا والولاد كده. ايه رأيكم؟ وادي البانيه بتاعهم، وادي شوربة كده من بتاعة الكوارع. انا عارفة ان هم مش هيرضوا يشربوها. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واستنوني الفيديو الجاي على خير، والف سلامة.